وفيديو جديد من قناة تركيب الأقمار وأحدث الترددات على اليوتيوب. معكم أخوكم مصطفى الشناوي. النهارده فيديو مهم جدا. النهارده هنتكلم عن الترددات القنوات المنقلة لتكبيرات العيد عبر القمر الصناعي نايل سات. وأول قناة معانا مهمة بتنقل تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات هي قناة سما الأردن. قناة سما الأردن من ضمن أبرز القنوات اللي بتنقل تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات. طيب تردد القناة هو تردد 12399 مع معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي. دي اهم قناه تبدا تكتب التردد. تردد القناه ده تردد اتش دي، فلازم يكون عندنا جهاز اتش دي علشان نقدر نستقبل قناه سما الاردن. طبعا الناس اللي عندها الاجهزه العاديه القناه مش هتشتغل معاك، تبدا تعمل بحث عن التردد ده، قناه سما الاردن 12399 مع معدل ترميز 27500 والاستقطاب هيكون عمودي. ديت من ضمن القنوات المهمه جدا اللي بتنقل تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات. تمام. على نفس التردد برضه في ايضا بعض القنوات، ولكن تبدا تبحث وتغير بين القنوات ايضا، لان انت ممكن تلاقي قناه من ضمن القنوات ايضا اللي موجوده على التردد ده بتنقل تكبيرات العيد. ده اول تردد مهم جدا اللي هو 12399 27500 والاستقطاب هيكون عمودي حرف الفي. معانا التردد الثاني تردد قنوات السعوديه. تردد قنوات السعوديه لها ترددين، تردد اتش دي وتردد اس دي. تردد الاس دي اللي هو 12149 12149 مع معدل ترميز 27500 والاستقطاب هيكون افقي حرف الاتش. التردد ده تردد اس دي. اما التردد الاتش دي هيكون 12188. ايوه هو ده التردد الثاني الخاص بقناه السعوديه 12288 اسف يا جماعه، مع معدل ترميز 27500 والاستقطاب هيكون عمودي. التردد ده ايضا عليه قنوات السعوديه بتنقل برضه تكبيرات العيد. تمام. ده اهم القنوات اللي موجوده على القمر الصناعي نايل سات اللي بتنقل تكبيرات العيد. تمام. معظم القنوات ديت بتعمل بجوده اتش دي، اما قنوات السعوديه هي القنوات الوحيده فقط اللي لها تردد اس دي بتعمل على الاجهزه العاديه. يبقى احنا دلوقتي ذكرنا ترددين. التردد الاول هيكون هو 12399 27500 لاستقطاب عمودي وهي قناه سما الاردن، والتردد الثاني الخاص بباقه قنوات السعوديه وهيكون هو 12149 افقي 27500. اما التردد الاتش دي هيكون 12288 عمودي 27500، وديت كانت القنوات الخاصه بتكبيرات العيد. ديت اهم القنوات اللي بتنقل تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات. في النهايه يا ريت الناس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناه تركيب الاقمار واحدث الترددات. كان معكم اخوكم مصطفى الشناوي، والسلام.